النهارده يوم مش عادي يا جماعه. النهارده الاكس كلمتني وقالت لي الفرح بتاعي، فقلت لا اليوم ده ما يعديش كده، ده انا لازم اروح صالون الليل اظبط نفسي. واول ما دخلت لقيت حد من الاستاف بيقول لي تشرب ايه؟ قلت له شكرا. قال لي هنا المشاريب كلها مجانا. شربت القهوه وقال لي يلا بينا نغسل شعرك. وبعد كده جاي انشف وبديله الفوطه، قال لي لا يا فندم الفوطه دي استخدام مره واحده بس، واي حاجه عندنا بتستخدم مره واحده بس بعد كده بتترمى. جبر بابا بقاله 15 سنه في المجال ده وقال لي سيب لنفسك وهدلعك. قلت له يلا بينا. ظبط لي الدقن ودرجها لي، وبعد كده عمل لي حمام كريم بالكولاجين. بقول له اشمعنى؟ قال لي عشان الهيشان اللي انت فيه. وبعد كده عمل لي واكس عشان ازاله الشعر ازاي، وحاول تستحمله وهو بيشيله عشان بص حرفيا هتصور، حرفيا وشي كان بينور، انا مش محتاج اتكلم. وحط لي على شعري حاجه اسمها بنادول حراري علشان يسيح زيت الكالوجين، فاستغليت ان عندهم واي فاي ببلاش وقلت اتسلى. وبعد كده طلعوني الدور الثاني للدكتور، واول ما دخلت كشفت على بشرتي وعينك ما تشوف الا النور. بص بقى يا سيدي، اول حاجه كده عملت لي غسول البشره، وبعد كده تفتح المسام، وبعد كده ازاله الدهون والبثور اللي موجوده في البشره، وبعد كده الدراما بلانك علشان تشيل الجلد الميت، وماسك عشان يمتص الدهون ويقلل من ظهور حب الشباب، وماسك تفتيح. ده غير ان عملت لي كمان 5 ماسكات غير بعض، وكل واحد فيه ميزه غير الثانيه. ده غير الجهاز ده، والجهاز ده يا جماعه بيعدي ال 100000 جنيه. وده فيه ماسك ضوئي اللي بيديك فوائد كتير قوي للبشره. بعد كده عمل